في الاول كده عايز اقول ان ده حرفيا اكبر صدمه ليا من يوم ما تابعت مصارعه. هتقول لي ليه يا عم؟ عادي يعني، دي خيانه وبنشوفها على طول. هقول لك لا، انا واحد من الناس ناسي خالص ان العرض هيكون في استراليا وانه هيكون الساعه 3 العصر، وعامل حسابي ان العرض هيكون الساعه 3 الفجر عادي. وبفتح اليوتيوب يوم الاثنين المغرب، شفت فيديو شورتس كده لسيس رولينز في كراون جول، فقلت افتحه عادي يعني اشوفه. وبقلب على الفيديو اللي بعديه اشوف المشهد ده قدامي بدون اي مقدمات، قلت ده 100% ذكاء اصطناعي. فببص تحت كده الاقي ان دي الصفحه الرسميه للدبليو دبليو اي. اتصدمت، قلت ازاي وامتى، لحد ما استوعبت ان ده عرض الرو. وتخيل المفاجاه دي تتحرق عليها بالشكل ده، بجد حاجه مستفزه. الناس بقى انقسمت قسمين، في اللي بيقولك ده خدعة واتفاق بين الفيجن علشان سيس رولينز يفوز على سيم بانك، وسيم بانك ما يكونش جاهز ولا عامل حسابه والكلام ده كله. وفئة تانية من الناس قالت ان ده حقيقي وده المنطقي علشان ما عادش في حاجة يقدموها، كله تكرار في تكرار، وفي هجوم كبير على تريبل اتش، فكان لازم يستعجل ويعمل حاجة تثير الجدل وتمشي العروض الفترة الجاية. وخيانة الفيجن منطقية لان في بداية عرض الرو سيس رولينز قال انا مش محتاج بول هيمن، انا مش محتاج برون بريكر، انا مش محتاج برون سريت. I don't need Braun Breaker. I don't need Bronson Reed. وغرور كتير بقى من سيس رولينز، فطبيعي برون بريكر يتعصب ويعمل كده. طيب ما ممكن اصلا البرومو اللي كان في بداية العرض ان سيس رولينز يقول انه مش محتاج الفيجن، ممكن يكون سيس متفق معاهم انه يقول كده علشان الخيانة تكون منطقية ومحدش يشك انها خدعة، واحتمال كبير يكون ده اللي حصل علشان لسه بدري بصراحة على الفريق ده. وانهم يعملوا الخدعة دي من ناحية هيمشي العروض وما عادش هيكرروا، ومن ناحية تانية مش هننهي الفريق ده بالسرعة دي. في سيناريوهين بقى في دماغي اجمد من ده كله. السيناريو الاول ان يكون ده كله اتفاق وسيس رولينز عامل ده كله عشان يخدع سيم بانك، والفيجن يتدخلوا ويساعدوا سيس رولينز وسيس يفوز، ونكتشف ان دي خدعة وان دي كلها مؤامرة من سيس رولينز. وفجأة والفيجن بيحتفلوا مع سيس رولينز نلاقي برون بريكر يدخل بسبير في سيس رولينز ويغدر بيه، بس المرة دي بجد، وينزلوا ضرب في سيس، وتكون دي خطة والمسؤول عنها هو العقل المدبر بول هيمن. يا الله، شايف كمية المفاجآت في السيناريو ده هتكون عاملة ازاي؟ شايف الصدمات في السيناريو ده هتكون عاملة ازاي؟ الصدمة الأولى هي انقلاب الفيجن على سيس رولينز، تاني صدمة هي ان دي كلها تكون خدعة ومؤامرة من سيس رولينز. الصدمة التالتة والجامدة جدا والغير متوقعة تماما هي ان الفيجن يغدروا بسيس رولينز بجد بعد ما كانت خدعة. يلا بقى نشوف السيناريو التاني بيقول ايه. فالعروض الجاية طبعا هنشوف بروموهات بين الفيجن وضرب في سيس رولينز، وفي مباراة سيس رولينز وبانك سيس يعمل كل حاجة ومش عارف يثبت سيم بانك ويكون هو اللي واقف على رجله، ولكن يأس من محاولاته الفاشلة لتثبيت سيم بانك، ويشاور بإيده كده علشان نلاقي الفيجن يدخله ويبان ان ده كله خدعة من سيس وخطة عاملها وبرون بريكر يحضن سيس رولينز، وسيس يمسك له بانك علشان يعمل له سبير، ولكن برون بريكر يدخل بسبير في سيس رولينز، وتكون دي خطة اصلا من سيم بانك، وبانك يتحول لهيل ويكون هو بول هيمن متفقين على كل ده. بجد عظمة. السيناريوين دول هيكونوا افضل من اي حاجة تانية، هيكونوا افضل من المتوقع، افضل من انها تكون خدعة عادي او حقيقة عادي برضو. فانا بتمنى بصراحة ان سيناريو من دول يحصل، سواء تكون خدعة من سيس رولينز وتنقلب عليه في النهاية، او تكون خدعة من سيس رولينز ولكن الفيجن يقلبوا عليه بجد، وتكون دي خطة كاملة من سيم بانك. بروك ليسنر بقى ايه وضعه من ده كله؟ والله انا مش داخل دماغي خالص يكون بروك ليسنر له علاقة باي حاجة من اللي بيحصل ده، وبصراحة مش عايز اصلا بروك ليسنر يكون له علاقة بده لانه بارت تايمر، وبروك مش محتاج عصابة والكلام ده كله، فانهي خالص حتة ان بروك ليسنر يكون هو المسؤول عن اللي حصل. بجد بقى ايا كان اللي حصل واللي هيحصل، فبلا شك احنا داخلين على جمدان في سرفايفر سيريز، ما عادش في حاجة متوقعة نهائي. وانهي بقى الصورة دي من دماغك، واي صورة في دماغك انهيها، لان بخ بدأ يفكر وشغل القرعة بتاعته دي، ما عادش حد عارف مين اصلا هيشارك في الوور جيمز. جون سينا بقى، انا عايز اتكلم شويه عن جون سينا يا رجاله. جون سينا احتمال كبير يلاعب دومينيك ميستيريو في سرفايفر سيريز وياخد منه اللقب ويبقى اخيرا جراند سلام. طيب لو ده حصل، مين هيكون الخصم الاخير لجون سينا في عرض ساتردي نايت مين ايفنت؟ الاخبار كلها بتقول انه جونتر هو الخصم الاخير لجون سينا، وانا مش متقبل خالص الفكره دي، لانه جونتر لعب ضد الجولدبرج في ماتش اعتزاله وهزم الجولدبرج، فهو مش محتاج اصلا يفوز على جون سينا. فانا برجح بقى السيناريو هيكون عظيم بجد، ان جون سينا يطلع في العرض الاخير ويعمل تحدي مفتوح على لقب القارات اللي هيكسبه. يا سلام بقى لو يدخل له شيمس اللي يدخل يلعب ضد جون سينا ويفوز عليه علشان هو كمان يكون جراند سلام، وجون سينا ما عملش الفينش بتاع شيمس لحد دلوقتي، فالنقطة دي تحطها في بالك كويس. فبجد انا اتمنى شيمس يكون الخصم الاخير لجون سينا.
خايف بقى بخ يشغل دماغه ويدخله برون بريكر او برونسون ريد علشان يهينوا جون سينا في ماتش اعتزاله. ان شاء الله ده مش هيحصل، يا ريت كلنا نشيل ده من دماغنا خالص وخلينا متفائلين. وعايزك بقى تقول لي انت شايف من الانسب انه يكون خصم سينا الاخير، وايه رايك في السيناريوهات اللي قلتها دي؟ اتناقش معايا كده وقول لي وجهة نظرك، واهم حاجه تعمل لايك، لان في ناس حرفيا بيدخلوا مخصوص الفيديو علشان يعملوا ديسلايك ويخرجوا. معرفش ده مرض ولا ايه، بس ماشي يا عم. وبس بكده يكون الفيديو خلص، يا ريت يكون عجبك، واستنوني الفترة الجاية علشان في جمدان بجهز له. وبس، سلام.